تخيل تبقى ماشي في الشارع وفجأة تلاقي برق طالع من إيد واحد والكهرباء ماشية في الهوا من غير سلوك. ده مش مشهد من مارفل، ده كان روتين يومي عند نيكولا تسلا، الراجل اللي سرقوا منه أحلامه عشان نفضل ندفع فاتورة الكهرباء لحد النهاردة. تسلا ما كانش مجرد مخترع، ده كان بيطمح إنه يخلي الأرض كلها لمبة واحدة من غير سلك واحد، وكان شغال على مشروع برج واردن كليف عشان ينقل الطاقة مجانا للعالم كله. لكن فجأة التمويل وقف والمشروع اتدمر، وتسلا مات وحيدا في أوضة فندق رقمها 3327، ومعاه أسرار لو كانت طلعت كان زماننا بنسافر للمريخ في ربع ساعة. الغريب إن بعد وفاته بساعات المخابرات الأمريكية دخلت وصادرت كل أوراقه وأبحاثه السرية، ومن يومها وفي كلام عن سلاح الزلازل وآلة الزمن اللي كان بيصممهم في السر. هل فعلا العالم كان جاهز لطاقة مجانية؟ ولا في ناس مصلحتها إننا نفضل عايشين في الضلمة؟ لو مهتم تعرف الأسرار اللي التاريخ بيحاول يخبيها، اشترك دلوقتي واستنى القصة الجاية. سلام.